اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هاي حلوه. على امك. يقولوا الانسان كان قرد اولي. هذا الشيء صحيح؟ الله صباحكم من جديد واهلا وسهلا ومرحبا بكم في مغامره جديده واستكمال الرحله التي بدأنا بها، هي الذهاب الى سوريا. والان للمره الثانيه كما ترون ضبينا الغرض على خير ولحظه الوداع قد بدأت. نودع من كانوا واستقبلونا بأجمل الخيرات والأحباب حبيبنا السلام عليكم. أضأتم لنا ملتقانا بارك الله فيكم. الله حياك الله. السلام الله عليكم. كما نادى قلبه بلال الأذان فنحو العلا قد عزمنا المسير إليه إن شاء الله. نحن الحس بعد انطلاقة النمسا وهذا اليوم الثاني على الرحلة في طوالي. الحمد لله رب العالمين. عبينا هلا بنزين، عبينا بنزين. فالبنزين اللي عبيناه الحز بكازية زلبس بدينك فازي، يعني مثل تجي لحالك انت تعبي، تجي هنا يلي عارف يقرا الماني يقدر هنا عم يقول لك تحط الكرت، حطينا الكرت، تحط البن تبع الكرت، لما يقول لك اوكي تسحب الكرتة ويقول لك تعبي من الرقم 2 او الرقم 1، انت تختار رقم 2 لانه عم تشتغل من رقم 2. تعبي وترجع مكانها وتطلع خالص ان شاء الله باذن الله. لا تروح فوت لجوا ولا تحاسب، هم يسحبون السعر اللي نحن حاسبناه لا اورو و44 للتر الواحد، عبينا ب 75 اورو. هاي للمره الثانيه لهلا حاطين بنزين تقريبا 200 اورو بنزين لهلا، بس هسه عندنا دبوا فل ان شاء الله. تفضلوا معنا. ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أتمنى يكون الدول العربية أو الشرق الأوسط مثل أوروبا، يعني ما في حدود بيناتهم، توكل على الله وتمشي، بس السيارة تمشي وين ما تروح، ما أحد يقول لك وين رايح. لحظات قليلة وندخل إن شاء الله الحدود السلوفانيا إن شاء الله. هين في طريقين، هلا نشوف شو الوضع إن شاء الله بإذن الله. هذه هي الدخول، لحظات قليلة. بسم الله بسم الله. 60 السرعة، الانتباه لأن المخالفة دبل. وهنا نروح إن شاء الله بمشيئة من الله سبحانه وتعالى. لازم هنا نقدر نشتري موت، بس مسكرين كلياتهم. ما أدري بجنته. يلا نشوف. Hallo, I need Vignette? You need Vignette, yes. Why not? How much? 16 euro. 16 euro. أنا شفت المعاملة، أقول له بدي
فيجنيتا او بدي رسوم عبور طريق، يقول لي ليش ما بدك؟ يعني اقول له بدي، يقول لي ليش ما بدك؟ المهم الحمد لله رب العالمين عبرنا الحدود بخير وسلام من دون اي كنترول. دفعنا تقريبا 16 اورو. كما ترون الحدود، حدود الدخول مليانة الدخول الى النمسا. نلحظ بلشت تبين ملامح دولة ثانية، بلشت تتغير المناطق، الأماكن، الأشجار، حتى الطرقات بلشت تتغير، كأنك بدولة ثانية. هو أنت بدولة ثانية، كأنك عبرت على شيء ثاني. انتهت حدود سلوفينيا. مسكين جدا من هذا مو عارفان وين يروح. مسكر. بدك تروح من هنا حبيبي. وهاي التسجيل الخروج في سلوفينيا. والحمد لله طولت رحلة سلوفينيا تقريبا شي 50 دقيقة، 40 دقيقة، 50 دقيقة. وهاي خرجنا من سلوفينيا وذاهبون بإذن الله إلى كرواتيا. يا رب، بسم الله توكلنا على الله. هاي الحدود الحرة ما بين الدولتين. لحظات قليلة وندخل إن شاء الله إلى الدول الثانية. هنا تشوفون بإشارات فوق إذا شايفين للسيارات والباصات والإلكافيه الكبار. هنا 40 انتبهوا لأنه في كاميرات. صارت 30. مكتوب قدامكم بإكسين حمر وسهمين خضر، تروحون على السهمين الخضر. بسم الله توكلنا على الله. والآن يتم الدخول إلى الحدود الكرواتية. هلا صورتنا الكاميرا وبدنا ناخذ بقنيتها. هي المكتوبة الأسعار، اللي بده ياخذ لقطة الشاشة ياخذ. هين 4 أورو للموتور، 7 أورو، 6 أورو. صورها أخوي. بسم الله توكلنا على الله. أيوة ها. أخذنا ورقة. في ورقة تأخذونها مثل هيك ها. تكسر كبسة. هاي جزء آخر شيء تدفع. بس تطلع من الدولة أو تنزل من الأوتوبان ومن الطريق السريع تدفع. لسه أحسن هيك. هذا كله مأجور. من جديد نحن هلا دخلنا كرواتيا. طبعا احنا الطريق اللي ماشيين عليه انجبرنا نمشي لأنه كنا بآخر منطقة بالنمسا عند محطة عند شباب لينا، فاضطرينا نكمل من هنا أحسن ما نرجع على بلغاريا. فالشباب اللي عندهم حدا بجراتس أو شي شغلة، أو العيال اللي بدها تمر على جراتس منطقة جميلة فيك نام بيها ورخيصة لهيك. يا بده يجي هيا الطريق يهمه. احنا بعد شوي، بعد شي 2-3 ساعات ان شاء الله نفوت على صربيا، ومن صربيا كلياتنا رح نفوت على صربيا. تتبعون الرحلة من اول وجديد. الشغلة اللي لفتت انتباهي، كرواتيا هي بلد السياح، يعني اوروبا كلها تجي. الاجواء حاليا جميلة جدا، رائعة، اجواء خلابة تشعرك انك عن جد عم تسوي أولب، يعني تسوي رحلة. هين عندهم هذا حاطينه هنا منطقة قريبة من هين، يعني مثل منطقة مشهورة هنا في السياح. هذا النوع هذول مثل متحف جايبينهن من العصر الحجري. يقولوا الإنسان كان قرد أولي، فهالشي صحيح. وهنا حاطين شغلات هذني. تفتح شيء
تاخذ اي شيء، كتب، تتحدث عن المدينة، لكن تفتح يعني جميلة للناس اللي تحب الاستكشاف. المنطقة العنوان هذا هو مرة ثانية، يلي بده يجي ويستكشف المنطقة هذه هي بكل ارتياح. حياكم الله. الآن نتابع الرحلة، ناخذ فيجنيتا ثانية للطريق، ولكن هي يعني شخصيا واحد ياخذها كمان من الماكينة مثل ما تشوفون. الحزين على اليمين، شنو هين ثواني، ايوه هيك وحدة، ونتوكل على الله. هذا الطريق ان شاء الله يكون احسن من اللي قبله. وها نحن الآن في الحدود الصربية إن شاء الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. أقصى اليسار، ثواني، وقف هنا، وقف، لا احنا هنا هي بدك توقف، لأنه ستوب. وقف لو أقول لك وي على أمك. نحن نحز على الحدود الصربية، أول الحدود الصربية. قالوا لنا، قال صف على اليمين لنسوي تفتيش، لنشوف الله ييسر شو بدهم. هلا شي ربع ساعة نص ساعة نخلص من التفتيش ونكمل إن شاء الله طريقنا. الآن الدخول إلى الأراضي الصربية. موجود؟ روح. أجمل شيء في صربيا يعني هاي الجرية اللي نحن فيها على جبل صايرة، تحت الجبل حافرين نفق، يعني احنا الحز ماشيين وفوقنا في بيوت، والبيوت وين صارت؟ بالجبل، يعني سبحان الله. وهي مطلة على نهر، وطول النهر طول النفق تقريبا 700 متر، يعني شيء جدا رائع جدا جميل، مناظر خلابة. المشكلة اللي هلا ونحن ما حسبنا لحساب انه مطر، ما تقدر تنزل من السيارة، مطر 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 كل الوقت سبحان الله. انا على اساس انزل على بلغراد واشوف كم المناطق الجميلة يلي قبل 10 سنين شفناها، ولكن ان شاء الله بغير مرة. خلصنا من الجرية صايرة فوقنا الحزين، في ناس فوقنا. انه قبل ما تفوت صربيا اجباري يكون عندك اكل، اجباري، لانه ما في، صرنا ماشيين ساعتين لقينا هلا حاليا مطعم لنشوف شو في عندهم اكل. هلا نشوف، جدا لازم يكون معاكم عندكم اكل، لانه ما جبنا اكل معانا او ما جبنا اكل كثير معانا، فاضطرينا نمر على صربيا بشي مكان ناكل. تعالوا اشوفكم شو الاكل بالمطعم او الاستراحه اللي مرينا عليها. شيء شهي عن جد، بس لنشوف بعد الذوق. الصربيين مشهورين بالفليفله، هاي جدا طيبه، هاي فليفله جدا رائعه، انا احبها. ورغم هالشي راح اشوف الاكل واقيمه واعطيكم رايي. خليهم ياكلون. السلام عليكم. النصيحة الثانية وهي الصلاة عماد الدين، فلا تنسى صلاتك وانت عم تسافر، حاول تجمع وتقصر قدر الإمكان، لأن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة فهي تيسير للأمور وتيسير أيضا لرحلتك. السلام عليكم ورحمة الله.